عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك. الترند هذا اتوقع مارق عليكم كلكم. ترند جنينة المي، الاجانب عملوه، العرب يسكتوا. حلال عليك. لا حلال عليك. لا لا لا. انتوا عارفين بصمتنا في كل ترند، ما في داعي اشرح، احنا بنرفع كل اشي ما عدا الراس، وهسه راح تشوفوا. تعالوا افرجيكم كمان فيديو للاجانب بترند المي ونشوف كيف عملوه لحتى تعرفوا الفرق بينهم وبيننا. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك ولحد ما. زي ما انتوا شايفين الفيديو حلو وبيفتح النفس، بس راح اسد النفس هسه. ولو انت سنجل برضه بتقدر تعمل الترند هذا لحالك. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا ايه. وهكذا الترند المفروض ينعمل، المفروض، بس احنا طبعا نمشيش بالقواعد ولا القوانين. ومعي صديقي ابو عميره شطفت البيت 4 مرات من وراه وهو بيعمل بالترند بالصالون، وانا اقول له يا ابني بنعملش الا في الشارع، مش راضي يقتنع. انا مقتنع بس لازم الواحد يجرب، بدك تتعب حالك قبل مش. الزلمه مقنع زي زميله بكر، بس زميله بكر اجازه اليوم. اجازه. وهسه خلونا ندخل بالترند انا وياكم وصديق ابو عميره ونشوف العرب لوين وصلوا في الترند المي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب معلش لما تقفش. ويلا نفوت. يسعد لي صباحكم او مساكم على حسب انتوا اي ساعه بتحضروا فيه. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك ولحد ما. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ انت بتعطيها شاور قاعد مش بتعمل بالترند. انتوا اكيد الاثنين ماخدين بعض عن اقتناع، لانه هي مقتنعه باللي بيصير قاعد وانت مقتنع انك بتسوي الترند صح. اتوقع انتوا هيك راح تعيشوا عيشه سعيده طالما انتوا اثنين متفقين على الاقتناع اللي انتوا فيه. اهم شيء القناعه يا اخوي، حتى لو مش مقتنع. سبحان الله، كلامه ساحر ساحر هذا، يعني بحس رونالدينيو قاعد مش زميلي. وهسه تعالوا افرجيكم رضا الوالدين. رضا الوالدين بالترند هذا اهم من جنينة المي. تفضلوا. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه بس خلاص بس جدا. قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك ولحد ما. طالما انتم مبسوطين انا وزميل ابو عميره مبسوطين. طول ما انتم بخير احنا تمام. انتوا تمام؟ يعني اتوقع ابوك كان بده يصلي العشاء وينام، ورحتي بس طلعتيه على الشارع خليتيه بلدش داشته ويروح. كنت في ايه. الله يسامحك على العملي، بس والله رضا الوالدين مهم في الترند. بس طالما الحج مبسوط ما بنقدر نحكي معه ولا كلمه. اهم شيء سعاده الحج. والله هدول للاسف عملوا الترند احلى شيء. تعالوا نشوف اللي بعده. عمري ما انسى انا قبلك كنت ومعك بقيت انا ايه. يعطيك الف عافيه يا رب. والله تعجز الاحة عن الاحة، يعني مش عارف شو بدي اقول لك، مش عارف. نستنى الحج تخلص الدواء جلي علشان يسرق العلبه ويعمل الترند. اكيد هسه الحج بتدور على علبه دواء جلي عشان تعمل لك فيها مخلل، وانت متخيل انه اللي بتعمله حلو. هون ببلش التفكك والاسره بالمش. 100% كلامك جواهر. هون تبلش العيله تتفكك. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك ولحد. احنا اللي وسوسنا للشيطان وقال امين، احنا اللي صحتنا حلوه من غير فيتامين، وانا اللي عملت بيبي في البسبسي، وهو اللي عمل بيبي في البسين. وهون الاخت الكريمه والفضيله عملت الترند في البلكونه وبصوت واطي عشان الحج بس ما يسمعهاش، لانه اهلها عاملين جدول للتشطيف في البيت. ممنوع الاهدار في المي. انت اليوم شطفتي بكره دور اخوك بلال. اسال ابو عمير على الحكي هذا. تعرف اللي ضايقني اكثر شيء بالفيديو؟ حرقه الشاشه، الله يسامحها عشان صح، التلفزيون الحق. ومعك بقيت انا ايه. ابوها راح يبيعها قطعه بعد ما يكتشف انها حرقت له التلفزيون عشان ترضينا احنا. يعني لو حرقت قلبه هون له. بقول لكم ابوها عاملهم جدول للتشطيف، فما بالك لما تحرق له تلفزيون 33 بوصه. فهمت عليك ابو المش، يعني نظام عسكري 100%. اتوقع طلق امها بعد الترند. طلق امه ورفع عليه قضيه نفقه عشان يجيب حق التلفزيون. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه ومعك
فقيت انا ايه. يا اختاه شو بتسوي انت؟ يعني مشان الله تشرحي لي بس انه فيش شيء اسمه عصير راني اعمل فيه ترند، مش مزبوط الحكي. يعني انت نيتك تعملي دعايه لشركه راني ولا شو قصتك؟ يعني بتمتكوا ضميرك. سؤال صغير محير اللي خلفوني، انت معكيش ربع دينار تشتري جنينه مي وتعمل لي ترند؟ ادفعي لك ربع دينار عشان احط لك اللايك من قلبي، انا هسه بحطه من رجلي. اكيد شركه راني اعطتها ارباح على الدعايه هاي. اعطتها ارباح، رفعت عليها قضيه تعويض خسائر، تشهير. يعني تشهير. قلت لكم دائما العرب رافعين فخادنا عند الاجانب، دائما. ولا فيديو قادر اجامله لغايه الان بعد ما نقلنا على العرب، ولا فيديو. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك فقيت انا. الله يحرسك يا ابني، الله يحرسك من العين، الله يحميك من الحسد. انا وابو عميري شخورين فيك، شخورين جدا. حتى ابو عميري دمع من الفرحه بس شافك. يا زلمه حتى مستكتر يجيب جنينه جايب كاسه. يا ريته كبها كلها، حتى دخلها اخريت عشان يشربها. انت متخيل وضعه المادي؟ يعني خليها على الله. البنك العربي مطلوب راسه عندهم رسمي. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك فقيت انا ايه، انا باقي ليك. والله انا محترم انه رضا ابوك مهم بالحياه، بس مش بالترند هذا يا اخوي. يعني نزل ابوك معه دوالي يا ابني، نزله بلاش يصير فيه شيء. صرنا 2024 وبر الوالدين نقلوه على التيك توك اخوي. نقلوه بر الوالدين انتقل نقل تأديبي على التيك توك، فانا بعتذر وانا بعد الله يوفقكم يا رب. وهسه برضه خلينا ننتقل نقل تأديبي على ترند الدعايات. في دعايتين انا حيروني ولازم اورجيكم اياهم، نحلل الموضوع انا وياكم مع بعض، ومعنا ابو عمير بالمره يحلل مدام فاضي. تعالوا نشوف الدعايه تعالوا نشوف بس. صبايا وفرنا لكم زي مدرسة اشي فانتاستيك وعلى عرض النار. شوفوا لي التحف الفنية. لف السيد محمد. يا الله. الصبي محمد زي ما انتم شايفين لابس المريول، بس من غير ما المريول يعرف بالعقل، لانه لو عرف مش راح يرضى ابدا. وطبعا المريول بيجي فول باكج، يعني بيجي معاه سيجاره وشنطه اطفال ورا، يعني بتقدر تحمل اذا انت حامل وبصف سابع بتقدر تاخذ ابنك وراك في ظهرك. تخيل المتعه. تحفه جد. يعني انا لو عندي بنت والله صدقوني كان ببطلها من المدرسه ولا اشتري لها مريول من عندكم، والله بقعدها خلص اقعدي ولا اشتري لها المريول اللي لابسه محمد. لو بنلاحظ هون الاخت محمد في كثير مزايا. كرشه بيجي من ورا ومن قدام اخوي ابو المش. كرش من ورا والقدام هيميز فعلا، واللون الاخضر مفتح وجهه بعدين، يعني ما شاء الله جد عاكس عيونه. ما في حدا بكرش من ورا وقدام الا السيد محمد. صبايا وفرنا لكم والاسعار بتبلش من 5.5 لغاية 6.5 الابتدائي. طبعا الزي الازرق وموجود من الصف السابع لحتى الممات. الاسعار بتبلش. انت بتبيع مريول مدرسه ولا كفن؟ مش فاهم انا. من الصف السابع للممات، يعني للممات ما كيف زبطت معك اخوي؟ الله يرضى عليك. انا ناوي اشتري من عندك مريول واوزع لله، بلكي نفقت انت وسكرت المحل وخلصنا. بس كلكم ونفسي اعرف بس كيف اقنعهم كلهم يلبسوا مريول. يا اخي انت عندك سياسي في الاقناع، سياسي. انت مخضرم يا ابني، انت اللي زيك حرام تبيع مريول، انت المفروض تبيع نفط. صاحب المحل ماسك عليهم ممسك ابو المش. اقل واجب عنده سيديات لهم كله. سيدي تاعك. شوفوا لي التحف الفنية. طلع بعدين مع سيجارة بتيجي. لف فرجينا الشنطة. اسعار الشنايع بتبلش من 2.5 لغاية 6.5 ليرات يا بنات. شوفوا الموديلات. طلع الاناف. الصبيه هاي مزه من الشنطه الزهريه ربنا الله. يعني انت مرتبطه؟ واذا مرتبطه الحمد لله، واذا سنجل الله يبعث لك ابن الحلال. شوف الشياكه داخل محلات بسم الله فتحنا. كله نيو حصري داخل محلات بسم الله. الصبيه اللي لابسه شنطه زهريه مش ولا بد، لانها بتعطي اللي زميلها اللي بالمدرسه يشفط من السيجاره. شايفك ولي انت بتحبي روح الجماعه. نيو حصري داخل محلات بسم الله. حلو المشاركه ربنا الله. يعني يا ريت لو عندي زميلي زي هيك كل شويه تحط السيجاره في تمي. سحبني. هذا منيح ما ببيعوا كلاسين. يعني تخيلوا الصبي محمد ويلبس الكلسون وبتعرض فيه. مش قادر اتخيل ابو المش. ولا انا عارف اتخيل. مش قادر مش عارف. لف السيد محمد. يا الله. بس بكفي، بديش اعرف شو بتبيع ولا بدي اكل من عندك نهائيا. ماركتينج عنده تحفه. تعبنا من المناظر. والله حلوه المناظر جد. هاي الدعايه كثير حلوه. مش عارف شو بدي اقول لك. بتكفي دخلتك علينا والله مش مجامله. دخلتك علينا بالدنيا بتسوى ما في كل شيء. بتسواني وبتسوى كل شيء. جايتك غالي والله. جايتك غالي والله. لفت علينا محرزه. البنات دخلنا. راح اشتري منك كل الالوان بس اهدي والله خايف على حوضك.
البنات دخلنا لكم كسيوة الشوينير أنصي شي حاجة واعرة كيف ما كتشوفوا أناقة غاية في الجمل وفيهم الولاد كيحبوا. بدنا نروق عشان الحوض عندك انشعر بعد الدخله هي. واعر ربنا الله. واعرة تخيل زير نسوة نساء. انا جايين انا وباميرة عندك ان شاء الله. المهم هسه بالك الصبيه محمد صار معها تسلخات من المريول لانه ضيق شوي من عند الكرش. محمد عايش على الميبو. يا الميبو عنده اهم من الاكسجين. عنده حروق مزمنه الزلمه ضاغط على حاله عشان يعمل دعايه. على العموم استنونا انا جايين بنشوفكم. بنشوف الوعرة.